الخميس الجاي كلنا هنظبط ساعتنا على التوقيت الشتوي، بس يوم السبت 1 نوفمبر اظبط ساعتك، لأن العالم كله هيقف إجلالا وتقديرا واحتراما لمصر. 400 قناة فضائية حول العالم بتطلب من مصر إن هي توثق اللحظة دي، لحظة افتتاح المتحف المصري الكبير أو The Great Egyptian Museum اللي فاضل عليه أقل من 4 أيام. الافتتاح مش هيكون مجرد افتتاح احتفالي، هو أكبر حدث في المنطقة وفي العالم كله في آخر 500 سنة. وكلامنا من غير مبالغة، فنجان البن التمام ويلا نعرف الحدوتة سوا. مساحة المتحف الكبير حوالي 500 ألف متر مربع. انت عارف يعني ايه المساحة دي؟ المتحف المصري القديم كان 13 ألف متر مربع، يعني المتحف المصري الكبير أكبر منه بحوالي 37 مرة. مش بس كده، متحف اللوفر مساحته الإجمالية 72 ألف متر مربع، معنى كده ان المتحف المصري الكبير أكبر منه تقريبا ب7 مرات. العمل متواصل في بناء المتحف ده من 17 سنة، واللي هيستوعب حوالي 100 ألف قطعة أثرية. مش دي المفاجأة، المفاجأة إن المتحف هيضم ولأول مرة في التاريخ كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، اللي كلها هتتعرض في مكان وركن واحد، واللي بتقدر حوالي ب5000 قطعة أثرية، واللي أشهرهم طبعا قناع الملك اللي لا يقدر بثمن. يعني لو حضرتك هتتفرج على كل قطعة لمدة ثانية واحدة بس، فأنت محتاج تقريبا 16 ساعة متواصلة عشان تخلص الجزء ده. والغريبة يا صديقي إن المتحف لسه ما فتحش أبوابه كاملا للزوار، لكنه بالفعل حصل على 8 شهادات أيزو عالمية، ده غير 5 جوائز دولية من اليونسكو وغيرها، وده بسبب إنه أكبر متحف في العالم بيضم حضارة واحدة. بس خلي بالك معايا يا صديقي إن العظمة مش في التصميم ولا في الحجم ولا المساحة ولا الجودة. العظمة هنا إن في رؤساء وملوك وهيئات دولية هيكونوا متواجدين في الاحتفال بعد لما تم دعوتهم بدعوات خاصة شكلها رائع مناسب جدا للحدث. المفاجأة بقى إن الموضوع كمان بيتعلق بالمنطقة اللي حوالين المتحف. نزلة السمان اللي بيقع جواها المتحف أو في محيطها المتحف، سعر متر الأرض فيها زاد 3 أضعاف، وبيقال إن الناس النهاردة بتأجر هناك Airbnb ب$30 في اليوم. المتحف المصري الكبير مش بس مشروع ثقافي، ده قاطرة تنمية اقتصادية عملاقة. انت متخيل معايا حجم العظمة؟ في مفاجآت كتير هتظهر لأول مرة يوم 1 نوفمبر في الافتتاح. مصر يوم 1 نوفمبر هتكون حديث العالم كله. المهم ما تنساش تفضي نفسك وتقعد قدام التلفزيون وتحضر لحظة الافتتاح وتفتخر ان انت مصري. لو عجبك الفيديو لايك شير وسبسكرايب، واهلا بيك في اي وقت عشان يوصل لك كل جديد. اشوفكم على خير.